السلام عليكم. مشتهي تمن وقيمة، تجون وياي نطبخ تمن وقيمة؟ اوكي، بس شو احتاج تمن وحمص ومعجون وزيت ولحم وبهارات وصديقي طه وبس. ايزي، وهسه ننطلق. دوخ رجع. السلام عليكم شباب، شلونكم وشلون الصحة؟ اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من سلسلة الطبخ تمن وقيمة. حلو. شنو هي التمن وقيمة علي شاكر؟ ها شنو هي؟ شنو هي تمن وقيمة؟ هسه راح يقول لك علي شاكر. شنو هي؟ يقول له شنو هي؟ شنو هي علي شاكر تمن وقيمة؟ سيله شنو هي علي شاكر هي تمن وقيمة؟ انت مخبر مو توقف بصفك. انت تقول سيله يعني تصدق الثانيات وصفك انا قاعد واقف مو قاعد. شنو هي علي شاكر تمن وقيمة؟ القيمة هي مرقة أكثر شيء الناس يطبخوها بشهر محرم ويوزعوها بثواب الإمام الحسين عليه السلام، فعادة تلقى الناس ما تاكلها غير بشهر محرم، وقليل ناس يطبخوها بالأيام العادية. حلو. فاليوم راح نتحدى نفسنا ونطبخ تمن قيمة ونوزعها للعالم. القيمة صعبة. ما لك علاقة. يلا. شنو جبنا احنا؟ مثل ما قاعد تشوفون صور لي هنا، جبنا لحم، جبنا تمن، تمام، زيت 3 بطالة، قوطي يم معجون، بهارات مال قيمة، بصرة مطحونة وهيل مطحون. طبعا احنا جبنا لحم قليل لان احنا راح نطبخ مو كمية كبيرة. ليش؟ لانه احنا ما مجربين نطبخها، احتمال تخرب. اذا جبنا كمية كبيرة يجوز تخرب، بس اني اقول ما تخرب. انت شو تقول؟ اذا عبرت هاي المرحلة فانت طباخ ملك الطباخين. الحمص، لان القيمه ما تستوي الا لا اكو حمص، ما تصير الحمص قيمه والقيمه حمص، تمام. وقلت لك نقعها، قلت للطه نقعها من البارحه، نقعها مثل ما قاعد تشوفون. ليش نقعناها؟ ليش؟ حتى تستوي بسرعه. الحمص ياخذ راحته. وجبنا بماعين سفري مثل ما قاعد تشوفون. تعالوا خلينا نشوفكم الجدوره جبناها برا اخواننا الاعزاء. اليوم يابا اليوم الطبخ رهيب يا اخي، حاره. جدوره طباخات تمن وقيمه، تمن وقيمه شباب. هسه عندنا البصل. للاسف راح اثرم بصل لاول مره. ليش؟ راح تقول لي ليش بدك تثرم بصل؟ انت مو ما تحب البصل؟ نعم ما احب البصل، بس القيمه لازم ينحط لها بصل. البصل بالقيمه ما يبين يا عيال، راح يموع. انا ما اعرف شلون يثرمون البصل اصلا. قص هاي يتنظف انظفه. مو اثرمه ناعم، غلط. طه اللي قدامك طباخ ترى، مو لعبه. انا طباخ مو لعبه، لا تظل تعطيني اوامر. شلون الثلاث مو ناعم؟ شلون مو ناعم، سوي هيك مربعات. خلينا نشوفه. غسلته ولا ما غسلته؟ شنو ما يغسل؟ والبصل ما ينغسل؟ ما يغسل شباب البصل، شباب اللي يقول البصل ينغسل يكتب رقم 1، واللي يقول البصل ما ينغسل يكتب رقم 1. هيك باع. ها بس هيك ما يحتاج، هو راح يموع بالطبخ شباب. البصل يموع بالطبخ. يا اخي ايش قد احب شهر محرم. هذا الشهر له مكانه بقلبي كلش كبيره، خصوصا بهذا الشهر استشهد الامام الحسين عليه السلام. فهذا الشهر بالنسبه إلنا مقدس واجواء مليانه حزن، بس بنفس الوقت نحب هذا الحزن. تخيل احنا كل انواع الحزن ما نحبها، بس الحزن على الحسين نعشقه، لان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم كان يبكي على الامام الحسين عليه السلام. شباب خلصت البصل. انا اشوف القيمه صعبه. ما لك علاقه طه، بركه الامام الحسين عليه السلام راح تنجح القيمه مالتنا. واذا نجحت القيمه مالتنا يا طه، تعرف شو نسوي؟ كل سنه نزيد الكميه. بالضبط. كل سنه بشهر محرم ننزل لكم فيديو طبخ. شو رايك؟ هاي بالتوقيت. احنا بشهر محرم نلطم، نحزن، نبكي. الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف شو يقول؟ يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما، للإمام الحسين عليه السلام. تخيل بس تخيل. وهسه نغسل الجدورة، نجلفها جلفة من هاي الزينة. اجلف طه اجلف. أنا أشك بيك أنت اللي تطبخ وتغسل المواعين بالبيت، ولو هذا الشيء مو عيب، بالعكس من تساعد زوجتك هذا فخر. بس أنا ليش طبيت بغير موضوع؟ هذا طباخنا الجميل. ما أدري ليش أحس جسمي يكزبر من أسمع هذا الصوت. انتو هم مثلي؟ وهسه تم تشغيل النار. خلونا نبلش طبخ. والآن راح نقعد الجدر مال القيمة. متحمسين؟ أنا متحمس، ما أعرف شو أسوي شباب، احتمال تخرب. أنا على الذاكرة راح أطبخ، تمام؟ أول شغلة شباب راح نخلي الزيت تقريبا ايش قد تحط؟ ربع بطل على حسب الكمية شباب، أنا ما أقدر أعطيك المقادير. هيك روحي شوفوا هسه شويه بعد. هذا ربع بطل زيت. ربع بطل زيت باعوه وياها خلاص. هاي البركه. شو نسوي هسه؟ نخلي شويه الدهن يحمى، يعني قصدي ينحمس. تمام. ونوب ندير. تعال شوفك البصل يا عيال اللي انا ما احبه.
بس راح تقول لي التلعد ليش راح تحطه بالمرقه؟ لان يموع ما يبين. اذا فد يوم واحده منكم تعزمني على اكل لازم تخلي البصل ما يبين، حطي بصل بس لا تخليه يبين. يعني امي شو تسوي؟ تعصر البصل تبرشه حتى ما يبين. خليني اكل بصل بس ما اشوفه، اكله نعم بس ما اشوفه. وهسه راح ندير البصل نقول بسم الله. الله، خليني البصل اختي العزيزه يحمى وينحمس. شنو شباب دا نصي حتى لا يحترق البصل. بعد ما صار البصل هيك لونه تقريبا اشقر، خلوا شويه بس شويه يحمس، اخر حمسه حتى تديرون اللحم. هاي طريقه امي. راح ندير اللحم نقول بسم الله. باع شلون قاعد اقلب باللحم، مبين غشيم بالطبخ. هسه شباب ايش راح نسوي؟ قول لي ايش راح نسوي؟ ايش راح تسوي؟ راح نخلي اللحم ينحمس هو والبصل مثل ما قاعد تشوفين. ايش راح يصير هسه؟ راح اللحم اللي خليناه يذب المي مالته. زين ملح ما ملح شيء بس. مو هسه الملح، مو هسه البهارات، مو هسه المعجون، احنا هسه هدفنا نحمس اللحم. احمس يا لحم. شو رايك طه؟ والله حاليا اعطيك اني 50%. زوم شوف المي شلون طلع من اللحم. مو قلت لك راح يطلع مي باع؟ فهذا كله مي مو دهن. هذا جيب لنا القبض، غطيها. هذا طبعا شباب ما عندنا قبغ مال جدر ضايع، فجبنا الصينيه. شو نسوي؟ بس جد يبقى قلب جد يبقى ما ادري، هو على حسب عينك ميزانك. ما ادري انا ترى كل شيء ما اعرف. انا انت قاعد يطبخ قيمه كل شيء ما يعرف ترى. راح تضربني بيها. هذا اللحم يجي لحد ما يفرغ المي وينشف هذا المي مالته. تمام؟ شنو هو شباب؟ نغطيه هم كل شوي نغطيه ونقلبه، نغطيه ونقلبه. تمام؟ شباب هسه راح ندير الحمص. ديره. بسم الله. باع سوى. روح. ايش اريد منك؟ اريدك تجيب لي مي. دبه مي بسرعه، دبه مي. دير قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دير روح. هنا أنا مرحله صدق مرحله الخطر. مرحله الخطر هنا. كم بعد شوي بعد دير كذا ديرها دبه كذا يبقى شوي. لا دير خلاص. يلا شوفوا شباب، والان القيمه صار بيها مي مثل ما قاعد تشوفون. هسه شنو شباب؟ نغطيها ونخليها تفور ونرجع لكم. طفي الكاميرا. هسه شنو؟ ننتظر المرقه تفور. تمام؟ انجاز حد هسه يعني تفور المرقه. وش نسوي وراها؟ اعتقد اذا فارت المرقه، اعتقد ما اعرف انت ما اشوف ما ضامن. اذا فارت المرقه شو نسوي؟ نصيه. حلو. نصيه على نار هادئه كانه ما تهدر شاي. انا اريد القيمه. القيمه بعدين اصبر بابا اصبر. مو بسهوله ترى. القيمه اكله صعبه. انت تدري هالقيمه ما حد انت من تقول اسم قيمه تتذكر محرم. صحيح. قيمه ما حد يسوي غير اسم محرم. بس بالشوارع قاموا يبيعون بيها ترى بالايام العاديه. قاموا يبيعون بيها بس ما تصير طيبه. لها نكهه محرم. ما تصير طيبه. مال المحلات ما تصير طيبه، مو مثل مال المحرم. ليش قاعد تحوص؟ اثبت. يحوص يصعد وينزل. ايش تخيل مصاري؟ ليش انت جاي تحركون؟ لا احنا ما هيك صار هيك. اهدأ بابا اهدأ ابني. اسمع، نصيها على نار هادئه من تفور. حلو. شو نسوي؟ نخليها على كيف تعاملها برقه. بعدين من ورا نص ساعه تلزم الحمصايه. ذا لقيت الحمصايه وماي عبيدك. هو هذا. شو تسوي هنا؟ شو تسوي؟ لا مو تدقها. لازم تفرغ المي اللي حطيته، تفرغه بغير جدر. حلو. تعوفه تضمه، مو تذبه. تعوفه مضموم. هذا مي لحم يخبل. تضمه. شو تسوي بعدين؟ تهرس بالحمص والقيمه. عوف هذا تهرس بالحمص والقيمه. وهنا القيمه بدت وبعد انا القيمه اريد انت مو صوتك صار لي ساعه اشرح لك وكل شيء ماكو. طبعا مثل ما قاعد تشوفون المي بدا يفور، وانا هنا بديت اشيل هاي الرغوه. يقولون انه هاي على اساس زفره، بس انا ما مقتنع بهذا الكلام. صدق هاي الزفره لو ناصبين علينا. احلى شيء بشهر محرم وين ما تروح وتمشي بالشوارع تلقى الناس معلقه اعلام ورايات فوق بيوتها عن الامام الحسين عليه السلام. وهذا الشيء صار اساسي باغلب بيوت المؤمنين، انه يرفعون الرايات ويلبسون السواد طول هذا الشهر. طبعا الشغله اللي ما توقعناها انه القيمه يراد لها وقت طويل لحد ما صارت الدنيا ليل والحمص بعد ما مستوي. ما نعرف شنو السبب، فقررنا بعد ننتظرها. شباب عطشنا. طبعا بما انه احنا بشهر محرم، ومو بس بشهر محرم، انت بكل وقت لازم تسوي الحركه. من تشرب المي شو تسوي؟ تقول بسم الله. لا نسيت، لازم انا قاعد بالليل، لازم انت وقاعد. تعال بالليل يقول لك من تشرب المي اشربها انت وقاعد، ما يصير انت واقف. ومن تشربها شربها على 3 جرعات. بسم الله. من تخلص شو تقول؟ الحمد لله، السلام عليك يا ابا عبد الله.
تسلم على الامام الحسين عليه السلام، والافضل تلعن اعدائه. انت من تشرب المي تذكر عطش الامام الحسين عليه السلام؟ اي والله ذكر، ومن زمان مو هسه يعني كم محرم، لا والله يعني من سنين. من زمان احنا كل يوم، انا مو شرط الا محرم، انا كل يوم من اشرب المي اذكر الامام الحسين عليه السلام. الامام الصادق عليه السلام يقول: اني ما شربت ماء باردا الا وذكرت الحسين، وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام ولعن قاتله الا كتب الله له 100,000 حسنه، ومحى عنه 100,000 سيئه، ورفع له 100,000 درجه، وكان كانما اعتق 100,000 نسمه. شباب القيمه شكلها مطوله لليل. ما اعرف شو قد تكمل، ما ادري. الحمص شباب بعد ما قاعد يموع، ما اعرف شنو السبب. يمه ترى صار لي واي حاطه مثل ما قلتي لي، شو ما يموع الحمص. عموما احنا راح نستغل هذا الوقت ونسوي التمن. طبعا جبنا 7 كيلوات تمن، كافي مو كافي. اول شغله راح ننقع التمن ونغسله، تمام؟ شغل الصندة طاهر، خلينا نغسل المي. اي نغسل المي. شنو؟ نغسل المي. هسه شباب 10 دقائق ونصفيه ونوب شو نسوي له؟ طبخه يوبه يوبه علي. طبعا شباب هذا الطباخ او هذا شو اسمها، شو اسمه هاي؟ هذا المنظم. المنظم طلع عاطل، يعني من قاعد هنا يسرب، فما نعرف شلون راح نطبخ التمن. فطه الزم، شنو رايك نشد الصوندة هنا هيك نقعدها ونجيب تيب ونلزقها؟ اروح اجيب تيب؟ ما لك علاقه، روح جيب تيب وتعال. تعال معود، صدقيت؟ شبيك يا معود؟ شلون يصير عمي؟ ها؟ شو الطيغاش؟ صدق شلون نفتحها؟ باع الابداع. بدنا نطبخ شباب، بدنا نطبخ رسميا. كبرت وقمت اطبخ، لكن لو كنت الزعطوط خلني انت نازله. شوف هسه وين؟ دا اطبخ وفتشي ماي الدنيا. خلينا يشوفون القيمه شلون قاعد تفور، والحمص بعد ما مستوي مثل ما قاعد تشوفون. ما بقى شيء بدت داشتم ريحه حمص، ريحه لبلبي. لبلبي، شو رايك لو نوزع لبلبي على اساس انه هو لبلبي؟ هي حمص صار. هاي بطريقه واحده، اذا ما نجحت نطلع على لبلبي ونوزع لبلبي، شنو رايك؟ شباب بدلنا المنظم لان ذاك ينفس. شوفوا أئمتي وسادتي صلوات الله عليهم: الحسن، الحسين، السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، المهدي، عجل الله تعالى فرجه. متى نراك يا سيدي ومولاي؟ وهسه نشغل الطباخ حتى نطبخ التمن. اوكي شباب، هسه حطينا الجدر. هسه شنو راح نترسه مي، ووراها شنو؟ ننتظر المي يفور، ومن يفور راح ندير التمن اللي غسلناه. اوكي هسه شريت منك طه، شو تسوي؟ طفي الكاميرا. طبعا القيمه غطيناها بالخوليات حتى لا يطلع البخار. بلكت هاي الطريقه تخلي الحمص يستوي بسرعه، ما ندري. وهنا فار المي مال التمن، ما اعرف ليش طه حط هل هذا الشيء صحيح؟ اكتبوا لي بالتعليقات. شباب هسه شنو راح ندير ملح للمي مال التمن بعد ما فار. هاي على طريقه طه يابا. بعد صدق هذا لمندوزي يا اخي، ما لمندوزي مو ملح. هذا ليش يشيل الملح مالتكم طوز شباب؟ هذا طحين مو ملح عادي، هذا ليش يشي؟ با طحين. هذا التمن على طريقتك وعلى طريقة مرتك، اي شيء يصير بيه انت ومرتك مسؤولين. ها هي تمام. بسم الله. يلا. هسه صار مالح، انتوا الملح مالتكم ما يغزر. اوكي هسه شنو؟ خلينا نجيب التمن نديره مو؟ هسه شباب راح ندير التمن، نقول بسم الله. طفي الكاميرا. اريد اسالك سؤال. قل لي شنو فائدة زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ لأن هو تعرف أنت باب الله، أي. منطقة لهم الإمام الحسين وأهل بيته، هم وسيلة إلى الله. بالضبط، هي وسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة بالقرآن. زين شنو انت راح تستفاد من زيارة الإمام الحسين؟ يقول له ان لزوار الحسين بن علي عليه السلام يوم القيامة فضلا على الناس. فهذا الرجال يسأله يقول له وما هو فضلهم؟ فالإمام شي جاوب يقول له يدخلون الجنة قبل الناس ب40 عاما. يعني اللي يزور الإمام الحسين يدخل للجنة قبل بقية الناس اللي يدخلون للجنة ب40 سنة. يقول له قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يقول له شنو يعني ما هو فضل زيارة الإمام الحسين؟ يقول له كان كمن زار الله في عرشه، كانما تزور الله بعرشه. تخيل بس تخيل. الإمام الباقر عليه السلام يقول
مروا شيعتنا بزيارة الحسين، يعني أمروهم. يقول له فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر، يطول عمرك. نعم. ويدفع مدافع السوء، خاف واحد يريد يسوي لك سوء الله يدفع عنك. وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله، يعني أنت إذا تعتبر الحسين إمامك وتقر بالإمامة لازم واجب عليك تزوره. يقول لك مثلا من زار الحسين عليه السلام فقد حج واعتمر. زين شو رأيك أنت بدون الإمام الحسين عليه السلام الحج مالتك ما مقبول، بدون أهل البيت لا صلاتك مقبولة ولا صومك مقبول ولا حجتك مقبولة. يصير تعبد الله بدون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو لازم تؤمن بالنبوة. النبي محمد قرن أهل بيته به، فإذا ما تؤمن بأهل البيت وما تقرب بولايتهم كأنما ما تؤمن بالنبي، وإذا ما تؤمن بالنبي ما يفيدك عبادتك لله. فهمت الفكرة؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وبقوا ما يطرون. شنو الثقلين؟ ثقلين هن ثقلين يعني شيء كبير. يقول لك إني تارك فيكم الثقلين، عايف لكم ثقلين، شيء ثقال اثنين. قالوا له شنو؟ قال لك كتاب الله القرآن وعترتي أهل بيتي. يعني العترة والقرآن نفس الشيء. هم قرآن أصلا، هم قرآن ناطق. فهمت الفكرة؟ احنا هسه قاعد نطبخ الإمام الله خالق الكون كله على موده. شو رأيك؟ وهسه راح نفرغ المي مال التمن، وبهاي الحالة التمن راح يكون جاهز. شيل ما اقدر يوقع. راح تذوقون تمن، لا مو تذوقون، راح يذوقون العالم اطيب، راح يشوفون اطيب قيمه يمكن بالعالم. يمكن كمل التمن. هسه شنو بعد ما سلقنا التمن وصفينا راح ندير بطل زيت مثل ما قالت مرتك. يابا طه يقول لي لا تخلي الزيت يفور، دير التمن قبل لا يفور. شرفكم اريدكم تكتبوا له رساله طويله بالتعليقات. بسم الله بسم الله. لا هو لصتها. هسه شباب انقلبه. بسم الله. كنت نروح التمن، المرقه بعد ما مستوي يقول لي سوي التمن، سويته. تعالوا خلينا نفتح المرقه. واخيرا شباب الحمصايه ما عاد عاشت ايدك. شو نريد هسه طه؟ شو نسوي؟ نفرغ المي مال المرقه بغير جدر. اغسل لي هذا الجدر وفرغه ونرجع لكم. طف الكاميرا. شباب مثل ما قاعد تشوفون صفينا مي اللحم والحمص. شنو راح نوقع الحمص هنا حتى ما يبقى ولا قطره مي. مو اعتقد بالغنا بالحمص هواي. ايه شو تقولون شباب؟ هذا الحمص هوايه؟ ما ادري شو احس الحمص اكثر من اللحم. بحايلك اللحماين مردت. باع اللحم شباب. باع اللحماي هاي مردت. باع هاي بس ندق ينهرس. استوى طه استوى. هسه شنو شباب؟ راح نرجع اللحم والحمص بالجدر ونطفي النار وبس ندق بيه حد ما ينهرسن كلهن، والنوب نرجع المي اللي صفيناه عليهن، ولا تحتاج بعد شويه مي ندير فوقها مي. اوكي؟ اوكي. والان مع مرحله الدق. هسه شباب مجرد ندق حتى شنو ينهرس. هاي بيش تذكركم هاي اللقطة بيش تذكركم بأول فيديو نزلته تقريبا من الفيديوهات القديمة مال هريسة. شنو يا شباب؟ لازم ما تبقون ولا حمصاية. روح طاهر. مردت راحة، صارت حلقوم. روح اللي سويت اياها شوربة. شباب مثل ما قاعد تشوفون هرسناها هرس زوملهم. علوچه شلونها؟ هسه صارت تراب على قولة طه. وراها راح نرجعها على النار. بسم الله. راح نرجع المي مالتها. شباب بعد ما رجعنا المي باعوا. قيمة لو مو قيمة. نجحت بس بقى ايش ناقصها؟ تفور ونشوف اذا تحتاج مي نخلي لها مي ونخلي بهارات ومعجون وملح وهاي السوالف. تمام؟ لك انت عبرت مرحلة الخطر. اصعب شغلة سويتها. هسه بعد ما فار المي مال القيمة ايش راح نسوي؟ راح نحط المعجون. شوف انا اريد رب العالمين يوفقنا لانه ما اعرف ايش قد شو اسمه ايش قد راح احط معجون. فراح نحط بالبداية اول قوطية نقول بسم الله. درنا اول قوطية معجون وما نعرف هل هي كافية او مو كافية. اعتقد مو كافية طه. بدل اللون يحمر بس مو ذاك الحمار. خلينا نحط القوطية الثانية. شنو رايك؟ شوف تغير لونه. شوف قيمة لو مو قيمة بس ما بيها لا ملح ولا بهارات. راح ندير لها بهارات مال القيمة بس اريد رب العالمين يوفقني لان ما اعرف ايش قد الكمية. بس راح ادير بهارات القيمة واعتقد راح اديرها كلها. شو تقول؟ لا اشتم ريحه مال القيمه. ايش راح نسوي هسه؟ راح ندير بصره مطحونه بس ايش قد راح ادير؟ ما ادري. اريد رب العالمين يوفقني. هاي اذا كثرت منها تصير القيمه مره. تدري ولا ما تدري؟ شويه ادري. شيء يخوف. كافي؟ اعتقد هاي كافي شباب. اوكي
احنا قاعد نستخدم طريقه عينك ميزانك يا عيال. شنو قيمه اوه شوفوا القيمه. هسه شباب شنو ندير؟ الهيل المطحون. اوكي يرنوس بسم الله. يا رب ان شاء الله تطلع طيبه. احنا ما ندري شنو بدنا نسوي صراحه. حتى اللي دا اتصل بيهم حتى يعلموني ضربوني بوري شلون تشم ما ضربتيني بوري. راح اثبت لك انا شنو قيمتي اطيب من قيمتك. شنو هسه ندير الملح، والملح ما اعرف ايش قد اخليه. يعني نذوق راح نظل نذوق بيها. بسم الله. هذا ملحهم عباره عن طحين. ما تتصورون ايش قد تعبنا بهالقيمه. صار لنا تقريبا من الظهر لي هسه وهسه راح يصير ب 12 بالليل. شو وقت نوزعها؟ شنو بس اريد اذوق. اعطيني خاشوقه. شويه ملح شويه ملح. طعمنا مو طعم. طعم قيمه. طبعا الملح هذا ملح وكيتش ملح بشرفكم. هي لو مو هي. هي قيمه. هي وداعتي. تعال ذوق. هسه شباب شنو بعد؟ ننصيها ونعوفها تتهدر ونغطيها تمام ونرجع لها فد شويه. طه شنو رايك بالقيمه من ضقتها؟ يعني بدك ما تتركها يعني مضبوط. هو مقاديرها مضبوطه 100% بدون مجامله. نجحت يعني بتشي يعني واحد وقايل لك مقادير مضبوطه. شباب نريد القيمه تتهدر. ورا ما تتهدر نطفيها وندير لها زيت. ليش ندير لها زيت؟ ليش ندير زيت؟ امي تقول اذا درت للقيمه زيت ما راح تعزل. شاف من تعزل مرات المي هاي دير فوقها زيت ما راح تعزل، راح تبقى متماسكه. يعني ايش قد قيمها؟ 100%. تمن قيمه. شو التمن؟ شو القيمه؟ القيمه عالم ثاني ولا اصدق. لازم نذوق ونقيم انا وطه وبعدين نبدا نوزع. اوكي اتمنى تكفي 50. شوفوا هلا شوفوا تكفي ولا ما تكفي. جيب لي معون مال اكل انصب اني ناكل ونذوق. شباب هسه راح اذوق اني وراي يذوق طه. تم الريحه رهيبه طه. الريحه على المرقه. بسم الله. تمن قيمه ولا مو تمن قيمه شباب؟ تمن قيمه ولا مو تمن قيمه؟ راح اجرب واشوفها. بسم الله. اطيب قيمه ممكن تذوقها بحياتك. بسم الله. الملوحه مالتها، النكهه، الريحه، ريحه قيمه. ماكو تحت عضوك. اقيمها 9.5 من 10. اعطينا هاي الدبلبيه. بسم الله. شايفين تاكلون المحرم بالتمن والقيمه؟ هي نفسها طيبه. والقران خبلوا القران. اقيمها 10 من 10. هم طباخين راح تخلص. طيبه طعمها طيب. طبعا مثل ما قاعد تشوفون طه منبهر بالطعم. ما يشبع معده شباب. صبينا كل هاي المواعين وراح نوزعهن للعالم. فأتمنى الفيديو عجبكم. حبينا بس نشارككم هاي الأجواء ونشوفكم إنه الخدمة الحسينية هي شيء أساسي بحياتنا كل سنة، وهذا الشيء إحنا نفتخر به. مو رياء، مو قصدنا رياء، بس أنا قناتي بها عدد تقريبا كلش كبير فممكن إنه أثر بغيري. أتمنى عجبكم الفيديو ونشوفكم بطبخة جديدة. اكتبوا لنا بالتعليقات وباي باي. قد ما تعلق بالي البيت الله يفتحها بوجهك فتحه مو طبيعيه. كل ما تمشي عدل كل ما حياتك تتغير. الله يجي يوفقك كانه مو يجي يوقف ظهرك دائما. صحيح. كل ما تبتعد عن الحرام يعني رب العالمين يسندك. تدري اليوم انت مثلا حتى لو متدين وكان تنجح القيمه الطعم ما احكي لكم عليه. وكتبوا لي كم واحد راح يطبخها على طريقتي. شكرا يمه ما قصرتي. فاحب اقول عظم الله لنا ولكم الاجر بشهر استشهاد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام واهل بيته. اكو روايه قريتها تقول روي انه دخل الحسن والحسين عليهما السلام الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فشم الرسول فم الحسن وشم نحر الحسين فجاءت فاطمه عليه السلام لما شممت فم الحسن وشممت نحر الحسين. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكى وقال بني أما ولدي الحسن فإني شممته في فمه لأنه يسقى السم فيموت مسموما، وأما الحسين فإني شممته في نحره لأنه يذبح من الوريد إلى الوريد
فلما سمعت فاطمة بكت بكاء شديدا وقالت: أبه متى يكون ذلك؟ فقال: بنيه في زمان خالي مني ومنك ومن أبيه وأخيه. فاشتد بكاؤها ثم قالت: أبه فمن يبكي عليه ومن يلتزم بإقامة العزاء عليه؟ قالت له: منو راح يبكي عليه ويسوي له عزاء؟ فقال لها: بني فاطمة إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي ورجالهم يبكون على ولدي الحسين وأهل بيته ويجددون عليه العزاء جيلا بعد جيل، فإذا كان يوم القيامة أنت تشفعين للنساء وأنا أشفع للرجال، وكل من يبكي على ولدي الحسين أخذناه بيده وأدخلناه الجنة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اقول لك علي شاكر، والله اذا مو طيبه اقول لك مو طيبه، والله العظيم. بصراحه ماهر، بصراحه طيبه ولا مو طيبه؟ اي لا، ما احنا نشتي صراحه. لا ما شاء الله. لا 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 ما شاء الله، خلينا عليها دارسين. ما شاء الله علي شاكر مبدع. وانا شنو؟ عاشتينك كان القيمه يعني ما احبها هالقد. ها نعم ما شاء الله. متروسه لحم.